يقول أنس أنه سمع عمرا رضي الله عنه وأرضاه يقول: إيش الجدار بيننا بخ بخ. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يستصغر نفسه قتل نخرعن قارسيت نفس قتل نخرعن أمير المؤمنين والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. قال الحسن البصري: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، يتري ذي الطاعة ولا يأتي إلا الطاعة يتلو ما يخنز حتى يرقز ما يستيد فيه غو قموم يقار ممي الشيخ فمي الشيخ. المؤمن تفذي وذن غاتفزن ويسين من يزديك ورقزني ما زي الحلال ما الحرام ويتقسي ورقيج نحشت. لكن المؤمن تقي مين خصص قواريد النيغ مين خصص زيتي شرية يتقغمني قواغ هكذا يحاسب نفسه. وتريدني يجل المحاسبة قبلية وتريدني المحاسبة بعدية. حصن الإنسان يخفنس قبري غيقر حشت يزنها في ميزان الشرع وزنوا أعمالكم قبل أن توزن له ثم بعد العمل لعله يسهى أو يغفل يتحسب يخفنس من جديد. وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. إذا حاسبت نفسك اليوم سهل الحساب بين يدي الله عز وجل. محاسبة اليوم نتحسب إذا خفنش نهار ممكن زي تسقمد العمل مش يمكن زي تسقدد ثفار غذيك. لكن الوقت لك الفرصة لك أن ترجع أن تتوب. لكن المحاسبة هناك هي محاسبة من أجل المحاسبة وجي من أجل التقويم من أجل المحاسبة. فني غاد حسب بين يدي الله عز وجل سقاش إيواد غاري الخلل إيواد عقب غات عذرك وذين بو عقب وذين بو الرجع ذني الثواب أو العقاب ذني الجنة أو النار. نسأل الله السلامة لا رجع. فأن تحاسب نفسك في الدنيا أفضل. إذا مت وتوفيت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك فتخرج يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك وش غي حسبا فنفس شطني شي سكن خجاف نيخ نفس شطني جن ضوعت على الطاعة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. سبحان ربنا ما أعدله. ويبدأ مشروع المحاسبة باتهام النفس. محاسبة الدنيوية اتهم نفسك. هذا منطق المحاسبة. الشخص يوضع في قفص الاتهام عديغة ذات التحقيقات. أين نحن من علماء هذه الأمة من السلف الصالح الذين كانوا يتهمون أنفسهم وقد حققوا العبودية الخالصة لله عز وجل؟ تجدهم يتهمون أنفسهم ويقهرون أنفسهم. طوبى لمن استصغر شأن نفسه واقتدى بهؤلاء. تقول الإمام الشافعي رحمه الله قال: أحب الصالحين ولست منهم. أحب الصالحين ولست منهم. هذا اتهام للنفس لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أرميخس غير في المزني وهو على فراش الموت. إمام الشافعي على فراش الموت يستخسي الناس: كيف أصبحت يا إمام؟ الناس الإمام الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا فلا أدري والله يا مزني. لا أدري والله يا مزني. أتصير نفسي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى على فراش الموت بعد أن طعن دخل عليه عبد الله بن عباس فقال: أبشر لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنك. وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته وتوفي وهو راض عنك. ثم حكمت فعدلت. ووالله لئن مت اليوم فإن أصحاب رسول الله
لراضون عنك. فالتفت عمر رضي الله عنه وقال: ذلك ما من الله به علي، وإن المغرور والله من غررتموه، فوالله إني لوددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. لحظة الموت هذا مبشر بالجنة يتهم نفسه. سلفنا الصالح تجد الواحد منهم من أعبد خلق الله ومن أتقاهم وأزهدهم في الدنيا مريز الشيخ الكبير يقارش حسن الزي. سلف الصالح مريز الشيخ يقارش حسن الزي عبد كتازي عبد الله قبلي، وإذا رأى شابا قال هذا خير مني ارتكبت ذنوبا أكثر منه. التهمة موجهة للنفس في كل الأحوال من أجل المحاسبة، وأول الطريق في المحاسبة استصغار النفس وعدم الاغترار بها. والاغترار بالنفس أسقاشش بعد قد زجي الفرض بعد قد تسغد غل مسجد وتنخرعك خفنش. حاسبها ثم استصغر شأنها لتلتزم الطاعة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها